اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، أنا أخوكم يوسف ودي قناة كودت. هدف القناة معمولة عشان تساعد أي شخص حابب يخش مجال التك والبرمجة. هركز أكتر في المحتوى بتاعي على مجال الباك إند. طيب إيه اللي إحنا هنتعلمه في مجال الباك إند أو في القناة عندي، لحين إن إحنا ممكن نخش في مجال تاني بعدين؟ هنتعلم أول حاجة خالص ال Concepts of Programming، مفهوم البرمجة أو مفاهيم البرمجة بشكل عام قبل ما نخش في كتابة كود، وده مدار حلقتنا النهاردة. طيب بعد كده هنتعلم لغة بايثون وهنتعمق فيها أكتر. هنتعلم وهنركز قوي في ال OOP لأنها مهمة جدا ليك كباك إند. هنتعلم الهاندلنج فايلز، إن احنا نتعامل إزاي مع ملفات، وهنتعلم الداتابيز، وهنخش في الفريم ورك اللي هو جانجو. طيب هنتعلم مع بعض الكلين كود واحنا ماشيين ستيب باي ستيب. هنتعلم مع بعض الكلين كود لأنها حاجة مهمة جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض بعد كل وحدة أو جزء من الكورس هنفضل نعمل مشاريع كتير جدا عشان ترسخ فهمنا، وعشان 90% من البرمجة لازم يكون عملي، لازم تطبق بإيدك، لازم انت تتحرك وتشتغل بإيدك. كده احنا قلنا أنا مين، القناة دي هتقدم ايه، هنتعلم ايه في مجال الباك اند. تعال نخش بقى في مدار حلقتنا ونعرف ايه هي البرمجة. البرمجة عبارة عن عملية من التعليمات بيتبعها الكمبيوتر. جميل. طيب التعليمات او الانستراكشنز دي انا بديها للكمبيوتر ليه؟ عشان ينفذ تاسك معينة، عشان يعمل مهمة معينة. طيب الانستراكشنز دي لازم تكون واضحة، لازم تكون مرتبة، لازم تكون منطقية، لازم يكون في لوجيك عشان الكمبيوتر يقدر يفهمني. الكمبيوتر هو غبي. يعني ايه غبي؟ يعني لازم تقول له بالظبط انت عايز ايه منه عشان ينفذه. يعني الكمبيوتر ما يقدرش ان هو ينفذ حاجة انت ما قلتهاش، وما يقدرش يتوقع الخطوة الجاية هتكون ايه. دي كده البرمجة، مجموعة من التعليمات، الانستراكشنز اللي بديها للكمبيوتر وبينفذ لي تاسك أو مهمة معينة. ليه مهم نتعلم برمجة؟ البرمجة دلوقتي داخلة في كل حاجة في حياتنا، تليفونات، البرامج، المواقع، الألعاب، في الرعاية الصحية، المستشفيات، ال AI، في كل المجالات. البرمجة بتعلمنا نطور ازاي مهارة حل المشكلات، مهارة التفكير المنطقي، التفكير المرتب، بتعلمنا الإبداع. مع الوقت لازم تتعلم مهارة البحث. البرمجة بتخليك ان انت تكون مبدع وقادر ان انت تطبق اي فكرة تخطر على بالك. وبصراحة من وجهة نظري البرمجة دلوقتي أصبحت حاجة ضرورية، زيها زي الإنجليزي مثلا، حاجة أنت لازم تتعلمها، فهي مش رفاهية. فنصيحتي اتعلموا برمجة أيا يكن، هتشتغل بيها كمبرمج أو لأ، أنت لازم تتعلم برمجة، هتفيدك كتير جدا جدا جدا. طيب عندنا سؤال كان مهم جدا بعد ما عرفنا إيه هي البرمجة وإيه أهمية البرمجة. ازاي انا بتخاطب مع الكمبيوتر، ازاي بكلم الكمبيوتر؟ بنستخدم حاجة اسمها لغات البرمجة، بتكون هي الوصل بيني وبين الكمبيوتر. الكلمات اللي بنخاطب بيها الكمبيوتر دي بيكون اسمها source code. طيب عندنا نوعين من لغات البرمجة. لغات برمجة بتخاطب الكمبيوتر دايركت، مباشرة، من غير مترجم. جميل جميل. طيب اللغات التانية اللي هي بتحتاج مترجم عشان نقدر ان احنا نتواصل ونتكلم مع الكمبيوتر. طيب اللغة اللي بيفهمها الكمبيوتر هي الماشين ليرنينج، اللي هي الصفر والواحد. انا محتاج ايه، او ايه المترجم اللي هيترجم ويكون الوسيط بيني وبين الكمبيوتر؟ اسمه كومبايلر. الكومبايلر ده هو عبارة عن المترجم اللي بيني وبين الكمبيوتر، وهو اللي بيترجم السورس كود بتاعي للماشين ليرنينج او الصفر والواحد. تمام تمام جدا. انا برضو هكتب السورس كود ده فين؟ انا هكتب الانستراكشنز والاوامر بتاعتي دي فين؟ طيب هنكتبهم فين؟ عندنا برامج مخصصة للديفلوبرز، للمبرمجين، الناس اللي هي عملها خاص بالتطوير. احنا قلنا ان البرمجة عبارة عن تعليمات بديها للكمبيوتر عشان ينفذ مهمة او تاسك معين. طب السؤال هنا، اكتب فين الاوامر دي؟ قلنا هنكتب في برامج معينة مخصصة للديفلوبرز، المطورين. حلو. ايه بقى البرامج دي؟ البرامج دي هي هتكون ال IDE. يعني ايه IDE؟ ال IDE اختصارا ل Integrated Development Environment. مش محتاج طبعا تحفظ الكلمة دي خالص.
احفظ بس كلمة IDE الاختصار بتاعها اللي هي Integrated Development Environment اللي هي ال IDE، هو ده اللي احنا هنستخدمه. طيب يعني ايه Integrated Development Environment؟ يعني بيئة عمل خاصة بالتطوير مدمجة في البرنامج بتاعك. يعني ايه برضو؟ يعني هي بيئة عمل للديفلوبرز المطورين، وفيها شوية مميزات، فيها شوية فيتشرز مهمة جدا اي مبرمج محتاج ان هو يستخدمها، وهتساعده كتير في توفير وقت وجهد وحاجات كتير جدا. طيب عايزين برضو في مفهوم كمان عايزين نعرفه، وهو السنتاكس. يعني ايه سنتاكس؟ السنتاكس بكل بساطة هي قواعد اللغة او مفردات اللغة. طيب يعني ايه برضو؟ يعني مثلا انا هحط لك كود صغير من بايثون عشان نشرح عليه. طيب الكود ده بيقول print، بعد كده فتحنا قوس، عملنا دبل كوتيشن، كتبنا كلمة هلو، قفلنا الدبل كوتيشن، قفلنا القوس. طيب البرنت هنا، كلمة برنت هي دي المفرد، دي المفرد او دي الكلمة، ده السورس كود. جميل. طيب القوس او القوسين والدبل كوتيشن الاتنين دول ايه؟ سيبك من كلمة هلو، سيبك من اللي جوه، سيبك من نوع البيانات اللي جوه. طيب print قلنا ان هي دي السورس كود، هي دي المفرد. جميل. طيب القوس او القوسين والدبل كوتيشن هو ده الجرامر بتاع اللغة. اي لغة ليها جرامر، ليها مفردات كلمات وليها جرامر. شبه الانجليزي ليه كلمات وليه جرامر. الجرامر اللي هو يقول لك حط الاس بعد هي وشي وات في المضارع البسيط. هي مش حصة انجليزي بس بحاول اوضح. طيب السنتاكس او قواعد بقى بتاعت بايثون بتقول ايه؟ بتقول ان المفردات هي السورس كود، شبه print عندي دلوقتي في المثال ده. طيب الاقواس والدبل كوتيشن هي دي الجرامر بتاعتي. طيب نضم بقى الاتنين على بعض، المفردات بتاعت اللغة السورس كود مع الجرامر بتاعها، الاتنين مع بعض اسمهم سنتاكس. كويس كويس. طيب بكل بساطة نرجع تاني ونعرف ايه هي السنتاكس. السنتاكس هي مجموعة القواعد اللي لازم المبرمج يتبعها لما يجي يكتب تعليمات للكمبيوتر. كل لغة من لغات البرمجة ليها مفرداتها وليها قواعدها الخاصة. بايثون غير الجافا، غير الجافا سكريبت، غير سي بلس بلس، كل لغة وليها السنتاكس بتاعها. جميل جميل. طيب في سؤال مهم جدا، ايه اللي هيحصل لو انا تجاهلت السنتاكس؟ بكل بساطة هيجيلي ايرور. طيب الايرور ده هيكون ايه؟ هيكون اسمه syntax error. طيب لو انا نسيت حرف من الحروف بتاعت السورس كود، ان انا مثلا ما كتبتش حرف ال B مثلا في print، ده syntax error. ان انا نسيت الدبل كوتيشن، ده syntax error. لو انا نسيت قوس من القوسين ان انا اقفل او افتح بيه، ده syntax error. كل دي syntax error. الكود مش هيشتغل اصلا غير لما تعمل فيكس او ان انت تصلح البج ده. طيب كلمة بج ده مفهوم في البرمجة ان هو ده ايرور او خطأ. جميل. وليه قصة كده صغيرة ممكن نبقى نحكيها يعني. طيب تعالى نرجع لل IDE، ال Integrated Development Environment، اللي قلنا عليه هي بيئة مخصصة للديفلوبرز او الناس المطورين. طيب قلنا ان في شوية مميزات. ايه المميزات دي؟ عندنا حاجة اسمها ريفاكتور. طيب الريفاكتور ده بكل بساطة، انت دلوقتي لو في الكود بتاعك عامل مثلا حاجة اكتر من مرة، جميل، عندك فانكشن، عندك وظيفة بتعمل الحاجة متكررة عندك في الكود اكتر من مرة. طيب انت دلوقتي عايز تغير فيها، فهل من المنطقي ان انت تروح تدور على كل فانكشن وكل وظيفة من دول وتروح ان انت تغير بايدك مانوال كل ده؟ لا، في قاعدة في البرمجة بتقول لو لقيت نفسك بتعيد الحاجة كل شوية، اعرف ان انت في خطأ. جميل جميل. انا دلوقتي عندي حاجة اسمها ريفاكتور. الريفاكتور دي هتساعدني في ايه؟ هتساعدني ان انا اغيرهم كلهم مع بعض مرة واحدة، بدل ما انا اروح لكل واحدة واغيرها مانوال او بايدي لكل واحدة. طيب عندنا حاجة زي الكومبايلر او اللي اتكلمنا عليه، الكومبايلر اللي هو المترجم. الكومبايلر ده عمرك ما هتلاقيه مثلا في برامج شبه المايكروسوفت اوفيس، مش هتلاقيه في الوورد ولا الباوربوينت، مش هتلاقيه طبعا في البرامج دي، مش هتلاقيه في ادوبي بريمير او
مش هتلاقيه طبعا في الاماكن دي. فالكومبايلر موجود في الاي دي اي عشان يقدر ان هو يكون الوسيط بيني وبين الكمبيوتر. طيب عندنا حاجة زي التيرمينال. ايه التيرمينال؟ التيرمينال ده معمول عشان نكتب عليه تعليمات معينة وننزل من عليه موارد او اوامر بتتعامل مع نظام التشغيل. طيب كل دوت طبعا هنتعامل معاه، والتيرمينال ده هو اللي بيظهر عليه الريزولت النهائي بتاع الكود بتاعي. طيب هنتعامل طبعا مع التيرمينال، وهنعرف الكوماند لاين في التيرمينال ايه هي، وهنستخدم حاجات كتير جدا. طيب عندنا اخر حاجة وهي الديباج او الديباجر. طيب ايه الديباجر؟ قلنا الديباج اللي هو حاجة شبه الايرور كده، انت عندك خطأ في الكود بتاعك. طيب عندنا حاجة في الاي دي اي اسمها الديباجر. بتعمل ايه الديباجر؟ هي أداة بتمشي على الكود كله. وانت بتكتب الكود في أداة اسمها ديباجر بتمشي على الكود كله عشان تعمل تيست. طيب بستفيد ايه انا؟ ان لو في خطأ معين او في مشكلة معينة، انا قبل ما اعمل رن، قبل ما اشغل الكود بتاعي، هي بتنبهني، بتقولي ان في خطأ في السطر كذا. جميل. طيب يبقى عندنا هي الديباجر هي أداة بتمشي على الكود بتاعي عشان تعمل تيست للكود كله وتعرف لو في مشكلة او لا. طيب اخر مرة قلنا الاي دي اي هو عبارة عن بيئة عمل مصممة لكتابة التعليمات للكمبيوتر، بيئة عمل مخصصة للمطورين. طيب عندنا شوية مفاهيم للبرمجة. قبل ما نخش بقى نكتب كود ونعرف الحاجات دي كلها بعمق ونديب اند، عايزين نعرف شوية مفاهيم قبل ما نخش نكتب الكود. أول مفهوم عندنا وهو ال variables، المتغيرات. طيب يعني ايه متغيرات؟ المتغيرات بكل بساطة هي عبارة عن حاويات أو إناء، صندوق، حاجة بنقدر إن احنا نضيف فيها بيانات. طيب البيانات دي هعمل بيها إيه؟ هنحتاجها بعدين في الكود بتاعنا، هنستخدمها، ممكن نقدر نعدل عليها البيانات دي، أو إن احنا نستخدمها زي ما هي. طيب فالفاريبلز أو المتغيرات هي عبارة عن حاويات أو إناء أو صندوق، هو شيء بنحط فيه جواه بيانات أو قيمة معينة، value معينة بنستخدمها بعدين أو بنعدل عليها بعدين. طيب عندنا مثال صغير كده، لو أنا دلوقتي مثلا عايز أعمل أكلة، وهنقول مثلا إن أنا عايز أعمل بيض، فأقول مثلا للكمبيوتر اعمل لي variable أو متغير، اعمل لي إناء حط لي فيه البيض، واعمل لي إناء حط لي فيه كمية الملح، واعمل لي إناء حط لي فيه كمية الفلفل. وممكن كمان أقول له اعمل لي متغير حط لي فيه الوصفة اللي أنا هستخدمها عشان أعمل الطريقة دي اللي أنا هعمل بيها البيض. طيب فأقدر دلوقتي أجي أقول إن المتغير اللي عملته للبيض هحط فيه أنا معايا كام بيضة، فأنا دلوقتي عندي إناء حاطط فيه البيض، فأنا أبقى عارف أنا حاطط فيه كام بيضة، وأكون كاتب على الإناء من بره إن ده البيض. فدلوقتي في معلومتين: الفاريبل لازم يكون ليه اسم مناسب للقيمة اللي جواه، تاني حاجة ان اكون حاطط فيه المعلومة او القيمة اللي انا عايز احتفظ بيها اللي هتهمني. يعني انا دلوقتي كاتب على الاناء دوت ان دي اجز، وكاتب انا عندي كام بيضة جوه. جميل جميل. نفس الشيء في الاناء بتاع الملح، انا كاتب فيه ان ده ملح، وحاطط وكاتب هو كام جرام ملح. طيب اخر واحده، انا دلوقتي كاتب على الاناء من بره، كاتب على الفاريبل بتاعي من بره، اسم الفاريبل بتاعي من بره ان ده مخصص للفلفل، ان ده فيه جواه فلفل. طيب جواه بقى في قد ايه فلفل؟ وصلت؟ اتمنى تكون وصلت. دي كده المتغيرات، قلنا ان هي عبارة عن حاويات او اناء او صندوق بحط فيه البيانات دي، بحط فيه قيمة معينة، البيانات دي او القيمة ديت انا بحتاجها بعدين او بقدر ان انا اعدل عليها في الكود بتاعي. طيب كويس جدا. وعلى فكرة المتغيرات دي بنستخدمها في الكود كتير قوي قوي قوي. طيب احنا قلنا ان ال variables بنضيف فيها بيانات. طب ما تيجي نخش كده ونعرف ايه هي انواع البيانات، ايه هي الداتا تايبس. وده المفهوم التاني عندنا. الداتا تايبس او انواع البيانات، احنا عندنا انواع بيانات كتير جدا، بس انا هديك منهم الاهم دلوقتي، البيزكس. طيب عندنا اول نوع وهو الانتجر. الانتجر اللي هي الارقام الصحيحة، اذا كان 4 5 -10 صفر، دي ارقام كلها ارقام صحيحة. طيب ممكن تكون موجب او ممكن تكون سالب. تاني نوع الفلوت. الفلوت نمبر او الفلوت هو الرقم العشري، اذا كان برضو موجب او سالب. 5.89 0.10 -9.99 ايا يكن. طيب عندنا النوع الثالث وهو السترينج.
السترينج اللي هو النص، ان انا اكتب مثلا شبه هلو، او ان انا ابعت رسالة لليوزر، او ان انا اكتب اي حاجة، ده السترينج. الانتجر بنختصره بانت، اي ان تي، والفلوت زي ما هو، والسترينج بيكون اس تي ار. طيب عندنا النوع الرابع وهو البوليان. البوليان دي اللي هي قيمة منطقية. يعني ايه قيمة منطقية؟ يعني true او false، او لا. true يعني نعم، false يعني لا. دي اسمها قيمة منطقية، البوليان. طيب البوليان بنختصرها ببول. طيب عندنا نوع البيانات اللي بعده الليست. طيب الليست دي مهمة جدا جدا جدا. في بايثون اسمها ليست، في بعض اللغات التانية اسمها array. طيب الليست دي بيكون جواها ايه؟ بيكون جواها انواع بيانات كتير جدا. كل انواع البيانات اللي انا عايز اضيفها اقدر ان انا اضيفها. انا مسموح لي بده، اقدر ان انا احط الانتجر، واقدر احط الفلوت، واقدر احط السترينج، واقدر احط البوليان، واقدر كمان احط ليست جوه ليست. الليست دي مهمة جدا وهناخدها بالتفصيل في لغة بايثون. طيب عندنا اخر نوع بيانات هناخده في المحاضرة النهاردة هو الديكشناري. الديكشناري ده اللي هو القاموس. اكيد سمعت عن قاموس اللغة الانجليزية، هو نفس المفهوم. بيكون عندنا كي وفاليو، مفتاح والقيمة بتاعته. اختصار الديكشناري في بايثون هو ديكت. طيب هنعيد عليهم تاني سريعا. عندنا الانتجرز، عندنا الفلوت، عندنا السترينج، عندنا البوليان، عندنا الليست، عندنا الديكشناري. طيب هنخش في حاجة كمان وهي الكنترول ستراكشر. يعني ايه الكنترول ستراكشر؟ يعني التحكم. طيب يعني ايه التحكم؟ عندنا مفهوم اسمه الاف كونديشن، اللي هي لو الشرطية، الاف كونديشن. طيب يعني ايه الاف كونديشن؟ الاف كونديشن بكل بساطة اقدر ان انا اقول ان الكمبيوتر يقدر ان هو ياخد قرارات زي ما انا كإنسان في حياتي اليومية باخد قرارات. ازاي؟ يعني مثلا انا لو صحيت الصبح من النوم هاجي مثلا ابص مثلا على الويذر، فاقول لو هي هتشتي او هي بتشتي، انا هلبس مثلا الرين كوت، انا هلبس جاكيت بتاع الشتاء. طيب لو هي مش بتشتي، فخلاص انا ممكن مثلا اخد السان جلاسز، اللي انا اخد النضاره بتاعتي. طيب فانا اقدر اقول ان الاف كونديشن دي حاجه الكمبيوتر بيعملها زي بالظبط. انا دلوقتي بقدر ان انا اتحكم في الكود، اتحكم في السكريبت بتاع الكود بتاعي. اقدر اقول له لو حصل كذا اعمل كذا، ولو حصل كذا اعمل كذا، ولو ده ما حصلش انت ممكن تعمل او ما تعملش. حلو. يبقى دلوقتي بكل بساطة الكمبيوتر يقدر ان هو انا اخليه ياخد قرارات في الكود بتاعي. جميل جميل. يبقى هما جملتين باختصار. if condition، لو الاف كونديشن، لو الشرط ده بقى true، الشرط اتحقق، انا عايز اقول له do something، اعمل حاجة معينة. طيب else ده اللي هو الشرط ما اتحققش يعني بقى false، انا عايز اقول له ان هو do something else، ان هو انت تعمل حاجة تانية او ما تعملش اصلا. جميل جميل. ندي مثال اخير من حياتنا اليومية. لو تفتكر واحنا صغيرين كانت الست الوالدة، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، كانت تقول لنا لو عملت الواجب هخليك تلعب مع اصحابك، لو عملت الواجب هخليك تلعب مع اصحابك. طب لو ما عملتوش مش هتلعب، واحتمال كمان بتتضرب. فدي نفس الفكرة، لو عملت هيحصل كذا، طب لو ما عملتش هيحصل كذا. في مثال هيكون من بايثون هقوله دلوقتي. ما تركزش في كتابة الكود، ما تركزش في السنتاكس، هنعرف يعني ايه سنتاكس. الكود بيقول عندي متغير اسمه age. طيب الايدج ده جواه 16، انا عامل متغير حاطط فيه القيمة 16 سنة يعني، وبقول اف الايدج ده اكبر او يساوي 18، انا عايز اقول للشخص ده you can vote، انت ما دام انت اكبر او تساوي 18 انت تستطيع التصويت. طيب else لو هو مش اكبر او يساوي 18، انا عايز اقول له you can't vote. كويس. دي حاجة صغيرة دي if condition. طيب عندنا مفهوم اللي جاي المهم جدا وهو اللوبس. ايه اللوبس؟ اللوبس اللي هي التكرار. طيب اللوب او التكرار هي عبارة عن حلقة تكرارية بيكون فيها اوامر معينة instructions معينة عايزها انها تتكرر وتتعاد لحين ان شرط معين يتحقق، او يبقى واحد ان انا عايزها تتكرر ليه؟ لحين ان شرط معين يتحقق. طيب رقم اتنين ان انا عايز الكود ده
بدل ما انا افضل اكتبه كل شوية، لا انا عايز ان انا الكود ده يتكرر بعدد معين من المرات. يبقى هي اللوب هي التكرار. طيب التكرار ده عبارة عن ايه؟ هي حلقة تكرارية بحط فيها اوامر، انا بعمل لوب وبحط فيها شوية اوامر. طيب الأوامر دي أو اللوب ليه أنا عايزها تتعاد؟ ليه؟ لحين حاجتين. الأولى إن شرط معين يتحقق، أنا مستني إن هو يفضل يكرر التعليمات دي لحين إن شرط معين يتحقق، وهنفهم ده بعدين كويس جدا. الحاجة التانية إن أنا دلوقتي عايز أكرر الكود بدل ما أفضل أكتبه، فأنا بدل ما أكرر الأمر أكتر من مرة، لا أنا بعمل حلقة على الأوامر دي بحيث إنها تتكرر لوحدها اوتوماتيك. طيب في دلوقتي كود هيتكتب قدامك، انا لو عايز اطبع الرقم من 1 ل10 هيكون بالطريقة دي: برنت 1، برنت 2، برنت 3، برنت 4، وهكذا. طيب انا دلوقتي لو استخدمت اللوب، بص قدامك هيكون عبارة عن سطرين، فطبعا في فرق شاسع. طبعا لتاني مرة ما تركزش في الكود والسنتاكس، لان كل ده هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله. ليه نستخدم اللوبس؟ نستخدم اللوب لانها بتقلل وقت الكود والاسطر اللي بنكتبها في الكود بتاعنا، بتخلي الكود بتاعنا more clean. طبعا احنا قلنا ان احنا هنتعلم الكلين كود. طيب ان انا اخلي اوامر معينة تتكرر بدون كتابة الكود اكتر من مرة، انا بدل ما افضل اكتب الكود 10 مرات و20 مرة، لا انا اقدر ان انا اعمل لوب واخلي ان هو يعمل كل ده بكل سلاسة. انا كده اكون خلصت ال concepts of programming، مفاهيم البرمجة اللي انا محتاجها عشان نبتدي ان احنا نخش في المحاضرة التانية ونبدأ ونقول بسم الله في اول فانكشن واول وظيفة، هنبتدي نخش في بايثون ونتعلمها. طيب انت محتاج ايه بعد المحاضرة دي؟ انت محتاج ان انت تنزل الكود اديتور، جميل، اللي هنبتدي نكتب عليه الاوامر بتاعتنا. هتنزل الاي دي اي، وانا هنزل في اس كود، انا هستخدم في اس كود، وهسيب لكم برضو فيديو يشرح لكم ازاي تنزلوا في اس كود. طيب اللي مش هيعرف ينزل في اس كود يقدر ان هو يشتغل على جوجل من تليفون، من تابلت، من الكمبيوتر، عن طريق برنامج اسمه ريبلت. طيب لو ريبلت برضو ما اشتغلش معاك لأي سبب إن كان، انت تقدر ان انت تخش على جوجل وبكل بساطة تكتب بايثون اي دي اي او بايثون تكست اديتور، وهتلاقي حاجات كتير جدا وتقدر تكتب الأوامر بتاعتك معاه. أشوفكم المحاضرة الجاية، والسلام عليكم.